بقرض الصندوق. يعني الحكومه، يعني انت معترف بانه في عجز تمويلي كبير نحتاج الى قرض الصندوق لدعمه، وقد ندخل في اوضاع اسوأ من الناحيه المعيشيه بعد قرض الصندوق. طيب الاول انا بس عايز اؤكد الاول ان احنا مستعجلين، ولو قدمنا الاستجواب ده بقول لك 4 اشهر. انا هكمل بس هكمل. الحكومه بقى لها سنه. لا 4 شهور. هنا في خلاف. طب سيبني بقى من الثقه سكت خالص. في وجهه نظر ما بين ان محمد بيه بيتحدث عن الحكومه بقى لها 4 شهور، وانا بقول الحكومه بقى لها سنه. كون ان احنا اعطيت الثقه من 4 شهور، لكن هي موجوده في عملها بقى لها سنه. المؤشرات من السوق بحيث ان احنا متفقين على كل من 3 ل 6 شهور نراجع الحكومه. هنراجعها شهر 9 او هنراجعها شهر 11. انا بقول لحضرتك يقينا المؤشرات ستزداد سوءا. يعني انا عايز اقول ايه، وبتكلم مع محمد بيه كلام واضح. انا قلت الكلام ده من 4 شهور مش النهارده، وعندي وضع واضح من 4 شهور، وقلت يا جماعه هنوصل لتضخم 15. مش عايز اوصل لدي، انا عايزك قرض الصندوق هيعمل فينا ايه؟ انت امال وافقت ليه على قرض الصندوق؟ وانا مش معترض على قرض الصندوق خالص، ولا معترض على اي تمويل صحيح للبلد. احنا بنتكلم بشكل عقلاني. محمد بيه بيتحدث عن ان احنا مستعجلين. والله العظيم ما مستعجلين. انا بقول يا جماعه الكلام ده مش هيؤدي للنتائج السليمه. الاداء الحكومي ضعيف، هناخد قرض الصندوق لو ما خدناش جنبيه اجراءات اقتصاديه صحيحه، اجراءات اصلاح اقتصادي صحيحه، مش اللي بيتعمل دلوقتي. يعني انا عايز اقول ايه اللي بيتعمل دلوقتي ده، لما بنتكلم على ترشيد الدعم وبنتكلم على ان احنا ناخد من الفقراء، مش دي الاجراءات الصحيحه. هذه الاجراءات ستزيد جدا من معاناه المصريين ولن تحل المشكله. وعايز اقول لكم بالارقام، احنا يا جماعه بنجيب ضرايب عشان بس الناس كانت بتتكلم على الوظائف. المرتبات 228 مليار، احنا عندنا 6 مليون و300 الف موظف. يعني متوسط مرتب الموظف كام؟ 3000 جنيه. الموظف لو هو بيعول 4 تنفار، يعني اسره من 5 افراد، معنى كده ان هو حول خط الفقر. الكلمه احنا هنرفع الدعم عن الموظفين، ده معناه ان انا بحط الموظف انه بياخد 10000 و12000، ده غير حقيقي. الحاجه الثانيه، قرض الصندوق هناخد 4 مليار دولار. طيب عايز اقول لك على كلام احنا خدناه. احنا خدنا يا فندم في السنوات السابقه 3 أو 4 اضعاف هذا الرقم. خدنا منح لا ترد، منح لا ترد، مش خدنا قروض هنرجعها. 4 اضعاف هذا الرقم، 17 مليار دولار. والوضع الاقتصادي زي ما حضرتك شايفه. يبقى اذا الاداره الرشيده وحسن اداره الامور في الحكومه هي الاساس في النجاح او غيره. عايز اقول بقى حاجه ثانيه على الدوله بصفه عامه وعلى التوجه الاقتصادي. يا جماعه التوجه الاقتصادي لابد ان يتغير. لما اتكلم على التعليم وعلى الصحه دول اساس. ما اتكلمش عمري في خلل الاولويات جدا يا فندم. طيب انا معايا على التليفون سياده النائب مصطفى الجندي. سياده النائب اهلا بيك. اهلا بيك يا استاذ خالد واهلا بيك. انت سامع الحوار ده وبرضه يسعدنا رايك. يعني انا طبعا يعني ايه يعني ممكن اتفق هنا شويه واتفق هنا شويه. يعني انا من الناس اللي قالت ان الحكومه فشلت تماما في الرقابه على الاسواق. تمام. لان ما ينفعش انا كحكومه في الظروف اللي انا فيها، وفي بلد في حاله حرب، وبلد في حاله يمكن عمرنا ما شفناها قبل كده، هو من الشرق ومن الغرب، من الشمال من الجنوب. يعني الوضع العالمي والوضع بتاع مصر بعد 30/6، وانت نفسك شفت امبارح، يعني انت عرضت امبارح الكتيبات اللي جايه من بره، وانت نفسك قلت دولت لو الناس تعرف تعمل كتاب زي ده كان نجحوا في حكم مصر. لكن الناس دي دول واقفه. يعني لما ابص على العمله يا استاذ خالد والاقي ان المواطن اللي بره اهله ياخد فلوس في مصر وبعد كده هو يدفع الفلوس في الامارات او في السعوديه. طبعا في شغل مش اشخاص يا خالد، دي مش اشخاص يا حبيبي، طبعا دي دول. لان الشخص هيخاف على فلوسه، يقول لك انا ادفع فلوس وبعد كده ايش ضمني ان انا اخد فلوسي. اذا احنا خلينا نتفق على حاجه. نمرة 1 ان البلد فعلا عايشة في حالة حرب حوالينا من كل الاتجاهات، عايزة تدمر هذه البلد، وعايزة ان الدولار في هذه البلد اللي بتعتمد بسبب 30 سنة من الفساد. بقول لسيادة النايب حزب شفيق بيه، بقول له كلمتين. 30 سنة من هو حزب الحركة الوطنية مش حزب شفيق. يعني حزب الحركة الوطنية بتاخد انت الاكتاف. يعني انا عايز اقول كلمة ان احنا اللي عايشينه يا استاذ خالد ان دلوقتي هو ناتج 30 سنة مفيش مستشفى، مفيش مدرسة، مفيش تعليم، مفيش تبعية. يوم ما انتفضنا ضد التبعية للغرب، ويوم انتفضنا ضد التبعية للانجليز والامريكان، بنتحاصر وبيحصل اللي احنا شايفينه. الروس يضرب لها طيارة، الفرنسويين يقع. يعني انت بقى منطق النائب محمد ابو حامد بقى، يعني انه الاستجواب ده مستعجل. انا ابتديت كلامي واضح وصريح ان الناس بتكح تراب
وده الوضع اللي احنا سايبين، ان احنا سايبين التجار وسايبين الاسواق بدون رقابه، وده دور الحكومه، ولازم الحكومه تقوم بيه باحكام عرفيه باي شيء. يا استاذ خالد احنا في حاله حرب والناس مش لاقيه، دي نقطة واحد، دي لازم نعترف بيها ولازم نقولها. ولكن في نفس الوقت انا لازم اجيب بقى الضرايب بتاعت ال30 سنة اللي الناس مديونة للضرايب بمليارات، كبار ما بيدفعوش بتوع مبارك اللي كان اياميها ب$5، يعني لو دفعوا النهارده الضرايب اللي عليهم لازم ترجع هذه الضرايب، ضرايب 30 سنه في الفساد، واخد بال سيادتك؟ لازم ان انا النهارده ابتدي افكر فعلا في الضرايب التصاعديه. ليه ما بقاش زي امريكا وزي فرنسا وزي الدول اللي بيكسب كتير يدفع كتير؟ ايه المشكله ان انا اعمل ضرايب تصاعديه؟ ايه المشكله ان انا ابتدي اعمل سيستم ضرايب حقيقي يا استاذ خالد يدفع؟ الدكتور ما بيدفعش ضرايب. يعني ده بقى ده دور الحكومه هنا، ده هل الحكومه مقصره في ده؟ السياسات. ايوه طبعا الحكومه لازم تتوجه قبل ما اتوجه للغلبان، لازم اقول له انا خلصت خلاص كل الديون. التاجر لما بيفلس بيدور في دفاتره، انا عندي دفاتر كتير قوي. لما نيجي نتكلم على قانون العداله الانتقاليه لازم يتطبق على المليارديرات اللي نهبوا البلد ديت ونهبوا اراضي البلد ديت وما زالوا بيتصالحوا النهارده ب 600 مليون وب 60 مليون وب 6 مليون يا استاذ خالد. لازم يجي هذا العهد اللي وصلنا للي احنا فيه، ولازم لما اقف اتكلم مع الشعب اقول له الحقيقه، اقول له في فعلا حواليا مؤامره عالميه، في فعلا حواليا ثورتين مضادتين، ثوره 25 يناير، رجاله مبارك وعم عز والناس دي كلها شغاله بكل الوسائل طول النهار في البرلمان يقولوا لنا كان زمان احسن من دلوقتي. لو كان زمان احسن من دلوقتي ما كناش وصلنا اللي احنا فيه. النهارده من العجيب اللي واقف بينتقد، واقف بيضرب في الحكومه، بيقول الحكومه فاشله بعد 4 اشهر. هم الناس اللي حكموا البلد دي 30 سنه ووصلونا لده. لا والله هو يعني هو من النظام القديم. لا يعني انا نائب محمد بدراوي من النظام القديم. والله بقى انا بتكلم على بينتقد وما بيحطش حلول على اللي عارف تماما ان الحكومه دي اللي جايبها طبقا للدستور الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي هم دعوا يعني في جانب سياسي